السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الميت يعطيني سلاح في المنام. غالبا ما ترتبط هذه الرؤى بالقوة والحماية والتحذير. أولا، دلالات عامة لأنواع السلاح اللي بيعطيه لك الميت. السكين، إذا أعطاك سكين بترمز إلى اتخاذ قرارات حاسمة. أنت بتحتاج إلى قطع علاقات أو مواقف سلبية أو القدرة على الدفاع عن نفسك، ويمكن أن تشير أيضا إلى قوة كامنة داخلك. الميت يعطيك مسدس، يرمز إلى القوة، القدرة على السيطرة على الأمور. أنت بحاجة لسيطرتك على الأمور أو بحاجة للدفاع عن نفسك بقوة أكبر، وقد تشير إلى وجود صراعات تحتاج إلى حسم منك. تفسير رؤيا الميت يعطيك سلاح للمتزوجة. السكين أو المقص للمتزوجة يشير إلى الحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة في حياتها الزوجية أو الأسرية. قد يدل على قدرتها على إدارة شؤون منزلها بفاعلية أو حاجتها للتخلص من مشاكل عالقة. أما إذا كان الميت يعطي السلاح أو السكين أو المقص لتستخدمه في الطعام، كأنها تقطع الطعام أو تحضره، يرمز إلى البركة والخير في بيتها. المسدس أو السيف قد يرمز إلى شعورها بالقوة والدفاع عن أسرتها. إذا أعطاك الميت مسدس سيف، هو يخبرك أنك بحاجة إلى الدفاع عن أسرتك أو حاجتك للحماية من أخطار معينة، ويخبرك أنك لديك قوة شخصية في مواجهة التحديات الزوجية أو الأسرية. أما بالنسبة للعزباء، السكين أو المقص قد يشير إلى قدرتها على اتخاذ قرارات مصيرية تخص مستقبلها أو الحاجة لإنهاء علاقة أو موقف غير مناسب، وقد يدل على استقلاليتها وقدرتها على الاعتماد على نفسها. رؤية الميت يعطي مسدس أو سيف للعزباء يرمز إلى رغبتها في حماية نفسها وتحقيق أهدافها بقوة وإصرار، ويدل على استعدادها لمواجهة تحديات الحياة بثقة. أما بالنسبة للحامل، إذا الميت أعطاها سكين أو مقص يشير إلى اقتراب موعد الولادة وسهولتها أو استعدادها لمرحلة جديدة في حياتها وقدرتها على التعامل مع آلام الحمل والولادة. إذا أعطاها الميت مسدس أو سيف، يرمز إلى شعورها بالقوة والحماية لطفلها المنتظر أو حاجتها للحماية من أي قلق يخص الحمل والولادة، فإن مولودها سيكون له شأن ومكانة. أما بالنسبة للرجل، إذا أعطاه الميت سكين مقص، يدل على قدرته على اتخاذ قرارات حكيمة في عمله وحياته، وقد يرمز لقدرته على إدارة شؤون حياته بفاعلية، أو أنه بحاجة للتخلص من عادات أو مواقف سلبية. وإذا أعطاه مسدس أو سيف، يرمز إلى قوته وسلطته على مواجهة الأعداء وحمايته، ويدل على ترقية ونصر في قضية أو حماية لممتلكاته وعائلته. أما بالنسبة للمطلقة، فرؤيا السكين أو المقص من المتوفي يرمز إلى قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء مرحلة وبدء مرحلة جديدة في حياتها بعد الطلاق، ويدل على قدرتها على التخلص من الماضي والمضي قدما. إذا أعطاها الميت مسدس أو سيف، يشير إلى استعادتها لقوتها وثقتها بنفسها بعد تجربة الطلاق، ويدل على قدرتها على الدفاع عن حقوقها ومواجهة التحديات الجديدة في حياتها. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.